السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الشوكولاتة شيبسي بمنتهى السهولة والتوفير في البيت ان شاء الله باذن الله. اول ما تشوفونا ارجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعا وجزاكم الله كل خير. طيب هنجيب الشوكولاته بالشكل ده، مسيحينها بالشكل ده قبل كده، سيحناها في الكيس، وهنزلكوا طريقه التسييح بتاعتها في صندوق الوصف. ولكن لما نيجي نشتغل يا ريت ما نشتغلش بيها وهي سخنه علشان هتسيل مننا بالشكل ده. فاستنى شويه عبال ما يعني ايه تبرد، وابتدي ان انا اشتغل بيها كده على اي ورقه، او ورق زبده او اي ورق عادي، ورق ابيض، واشكل فيها بالشكل ده. لو نزلت معايا مش مظبوطه مفيش اي مشكله، هرج كده الورقة وهتتظبط معايا شكلها وتبقى في منتهى السهولة الشكل اللي انا عايزاه. طبعا الحجم كبير صغير، الحجم اللي انتي عايزاه، كبيرة مطلوبة والصغيرة برضو مطلوبة في حاجات كتير. خلاص عشان خاطر بيبقى شكلها حلو كده، خصوصا في الكوكيز، ويبقى شكلها واضح وكبير وحلوة جدا. وهفضل كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. وشوفوا معايا بقى بعد ما خلصتها الكمية كلها تنشف على طول، مش هتاخد معايا وقت خالص. من غير ما احطها في التلاجة ولا اي حاجة هتلاقيها نشفت معاكي وبقت تمام التمام. سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة، وفي نفس الوقت بتوفر معايا كتير جدا. يعني 100 جرام بيرمي معايا كمية كبيرة. الفيديو بتاعنا النهاردة سهل وبسيط وقصير، واستخداماته كتير جدا. شوكولاتة شيبسي بتبقى استخداماتها كتير جدا، وزي ما انتوا شايفين شكلها معانا بقى عامل ازاي، ما شاء الله عليها. شايفين زي بره بالظبط ما شاء الله. وعملت لي كمية كويسة من 100 جرام او 150 جرام شوكولاتة. عملت لي كمية محترمة ما شاء الله عليها، وبألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.